قصتنا اليوم ما يحتاج لها أي مقدمات، لأن قصة اليوم من كتاب منطقة الغموض للكاتب الدكتور عبد الوهاب السيد الرفاعي. فكالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضلة وأكلته المفضلة وخلينا نبلش. راح نقول لكم القصة مثل ما نقلها الدكتور بكتابه على لسان صاحبها. ما بقى هواي من الوقت حتى أخلي خطتي قيد التنفيذ، وهذا اللي يزيدني قلق وتوتر. أنا مقبل مساء باكر على أكبر مغامرة بحياتي، لأني قررت أترك زوجتي وأبنائي للأبد بعد ما مرت أكثر من 25 سنة على زواجي واستقرار العائلي. تسألوني ليش؟ أنا أقولكم لأني أخيرا لقيت حب الحقيقي. نعم لقيته بعد كل هاي السنوات وبعد ما عبر عمري 50 سنة، ولكن هذا مو خطأ، لأني أعرف تماما أنه ماكو حب يجي متأخر، هو فقط يجي ويدق باب قلبك بأي عمر كان وبأي وقت. رغم أني سافرت لهواي بلدان حتى أعقد صفقات التجارية، وقابلت هواي من البنات اللي طيرن عقل أي رجل، ولكن هاي هي المرة الأولى اللي تستوقفني بيها بنية. ما كان السبب جمالها أو رقتها، بل شيء ثاني ما أعرف شلون أوصفه. شعور قوي تملكني وسيطر على كياني، وخلاني أدرك فجأة أني ما أقدر أعيش بدونها، وما لقيت أي تفسير لمشاعري، فقط فسرتها بشيء واحد وهو الحب. أنا أحبها أكيد، حبيتها من أول نظرة. لما كنت سابقا أسمع هذا الكلام عن الحب من أول نظرة كنت أستهزئ باللي يقوله، ولكني الآن صرت أفهم هذا الكلام كلش زين. على الرغم أنه حبيبتي أصغر مني بهواي سنوات لدرجة أنها تبين وكأنها بنتي، ولكن الحب ما يعرف التمييز بين الأعمار. الحب عطاء وشعور وطاقة صافية. هذا الكلام اللي أردده بيني وبين نفسي وأنا مصدق بيه ومؤمن بيه. مشاعر تفجرت لما التقيت بيها لأول مرة، لما اجت حتى تقدم على طلب وظيفة بالشركة مالتي، لأنها ما صار لها هواي من تخرجت، فمباشرة قدمت على وظيفة حتى تشتغل. وأول ما شفتها أخذت قلبي، وأكيد وافقت على هذا الطلب مالتها وخليتها تشتغل ويانا حتى تكون قريبة من عيني. وبعد مرور أسابيع قليلة من شغلها ويانا صارحتها بحبي، وبينت لها إني على استعداد أن أضحي بكل شيء لخاطرها، وترجيتها أن تنطيني فرصة، وانطيتها وعود ما تنتهي وما تخلص، وقلت لها بأنه أنا الرجل اللي راح يغير حياتها للأفضل. ما أنكر إنه هي حاولت أن تبعدني بالبداية، ونبهتني أكثر من مرة على إنه زواجنا أنا وياها غير متكافئ، ولكنها بالنهاية اقتنعت بحبي وبصدق مشاعري، واقتنعت بأني ما راح أكون سعيد أبدا إلا وياها. وقوة العلاقة بيناتنا أكثر وأكثر، فتحول الحب من طرف واحد إلى حب من الطرفين. ما كنت أشعر بأي تأنيب ضمير لأني قاعد أخون زوجتي، وعلى وشك أن أتركها هي وأولادي. وأرجو أن ما يلومني واحد من عندكم، لأني بحياتي كلها ما ذقت طعم الحب. وحتى زواجي الحالي كان زواج تقليدي. تزوجت وحدة من أقاربي بعد ما والدتي لحت علي، وعشت وياها سنين طويلة. ما أنكر إنه هي كانت كلش زينة وياي، وحياتنا كانت هادئة، وانجبت من عندها 3 أولاد، وهي كافحت ووقفت وياي بأسوأ ظروفي، إلى أن صرت بمرور السنين رجل أعمال ينحسب له 1000 حساب. أكيد أكو مودة بيناتنا كبيرة بسبب العشرة ومرور السنين سوية، ولكن رغم هذا كان أكو شيء ينقصني، شيء ما عرفته إلا لما التقيت بحبيبتي وأدركت بوقتها شنو معنى الحب الحقيقي. استمرت علاقتي بحبيبتي 2 سنين، إلى أن قررت أخيرا أن أقوم بالخطوة الأهم. بعت هواي من ممتلكاتي وخليت فلوسهم بالبنك بدون ما تدري زوجتي، وحضرت نفسي للهجرة لكندا، بحيث هناك أبدأ حياة جديدة هادئة ومتوازنة، خاصة بعد ما مرت علي سنوات طويلة من العمل والمسؤوليات العائلية والمنافسة اللي تعبتني مع كبار التجار. والبدايات الجديدة حق متاح للجميع. ما أنكر إني عانيت هواي بالبداية حتى أقنع حبيبتي وأخليها تهاجر وياي، لأن الأمر ما كان سهل عليها بطبيعة الحال، ولكن بعد الحاح الشديد والمستمر وافقت، خاصة وأنها أيضا تعاني من مشاكل عائلية، وهالشي بسبب أخوها الحقير اللي يتحكم بيها وحتى ياخذ جزء من راتبها. مثل ما تشوفون وكأنه كل شيء مجهز ومحضر حتى أروح أنا وياها لكندا. كنت أحضر نفسي للهرب لكندا مع حبيبتي من دون علم زوجتي وأبنائي، وراح أكتفي بإبلاغهم بقراري عن طريق رسالة أكتبها بإيدي. راح تسألوني زين ليش ما تواجههم وتقول لهم بالموضوع؟ الجواب على هذا السؤال هو إني ما أمتلك الجرأة. نعم هيك بكل بساطة مثل ما سمعتوا، ما عندي جرأة، ما أملك الجرأة حتى أقابل أبنائي وأواجههم هم وزوجتي والمجتمع بالكامل. ما عندي هاي القابلية حتى أقول لهم بأنه أنا راح أتزوج من بنية بعمر بنتي ومستواها الاجتماعي أقل مني بهواي، وحتى لو واجهتهم وصرت قوي أعرف أني راح ألاقي اعتراض شديد من الكل، وأنا ما أتحمل هاي الأشياء، وربما هذا راح يأثر على حبيبتي. فما أستبعد أن يتعرض لها واحد من أفراد عائلتي أو أسرتي ويحاول يبعدها عني. لهذا شفت أنه الحل الأنسب هو الهروب والبدء بحياة جديدة، خاصة وأني أمتلك الفلوس الكافية لهالشي. من دون ما أنسى أكيد أن أترك مبلغ
مبلغ محترم لعائلتي وأبنائي حتى يأمنون مستقبلهم. زين تسألوني ليش ما تتزوجها بالسر؟ بالبداية فكرت بهذا الموضوع، خاصة وأني مأجر شقة فاخرة من دون ما حد يدري، كنا نلتقي بيها أنا وحبيبتي بعيدا عن أعين الناس كل فترة، ولكني ما كنت أحب هاي النوعية من الحياة. فزواج مثل هذا ممكن ينكشف بأي لحظة. أمور مثل هاي ما ممكن أن تستمر ببلد صغير مثل الكويت. صدقوني فكرت بكل شيء، فماكو داعي أن تصدعون رؤوسكم باقتراحات ثانية. عموما ذاك اليوم رجعت من العمل وطبقت سيارتي بالجراج مال البيت، وحاولت أن أبين بشكل طبيعي وما أثير شكوك زوجتي، خاصة أني كنت أترقب بشدة وبقلق، والساعات اللي تمر علي تمر كلش بطيئة مع اقتراب موعد هجرتي لكندا. الأجواء بالبيت كانت هادئة وكئيبة كالعادة. دخلت للبيت ولقيت زوجتي بغرفة المعيشة أو بالصالة قاعدة وتباوع على التلفزيون، أما أبنائي فكانوا كلهم برا البيت، لأنهم بعمر كل واحد من عندهم عنده حياته المستقلة، وصاروا يطلعون ويطبون بدون ما أعرف عنهم أي شيء. باوعت على زوجتي من دون ما تنتبه إلي، وحسيت بتأنيب الضمير نوعا ما، ولكن رغم كل شيء حاولت أن أتغاضى عن تأنيب الضمير. سلمت عليها وأنا مبتسم حتى أحاول أوصل لها إنه الأمور طبيعية وكل شيء تمام. هي من شافتني ردت علي السلام وابتسمت لي وقالت لي إذا تريد أسوي لك أكل، فقلت لها لا شكرا، وتركتها تباوع على التلفزيون وصعدت فوق. أخذت لي حمام دافئ بعد يوم متعب من العمل، قعدت وراها بغرفة النوم وفتحت لي كتاب، حاولت أن أندمج بقراءته، ولكن كل ما أقرأ بالي يسرح وأروح الفكرة اللي أنا أريد أسويها، واللي هي الهجرة مع حبيبتي. ولكن فجأة فقدت تركيزي لما إجاني اتصال صاعق على تليفوني. اتصال مخيف كان هو البداية الحقيقية لقصتي. الاتصال كان من حبيبتي. باوعت شفت رقمها واضح كل جزئيا على شاشة تليفوني، مع العلم أنا محذرها أكثر من مرة إنه أنا لما أتواجد بالبيت ما تتصل علي، وهي أصلا من قبل ما متصلة، فشنو السبب اللي خلاها تتصل؟ لزمت تليفوني وطلعت باوعت من الغرفة حتى أتأكد إنه زوجتي ما صعدت وراي. فتحت الخط وجاوبت على حبيبتي بصوت كلش ناصي. ليش تتصلين بي هسه؟ احنا مو اتفقنا إنه ما تتصلين علي بهيك وقت؟ أنا موجود بالبيت هسه وأخاف. وقبل لا أكمل كلامي قالت لي أنت تمام أمورك طيبة وأنت بخير؟ فقلت لها إيه وأنا مستغرب من هذا السؤال. فقالت لي وكان واضح عليها التوتر والخوف من صوتها، زوجتك قبل شوي اتصلت بي. شنو؟ زوجتي اتصلت بيك؟ أنت متأكدة؟ فردت علي وهي تبكي. زوجتك كانت تحكي وياي بصرامة كبيرة وخوفتني، وقالت لي بأنه هي ما راح تسمح لي أن أهرب وياك. قالت لي إنه كلش سهل علي أنا أكتلك وما أخليك تدمرين حياته وحياة عائلته. فسألتها وقلت لها أنت واثقة إنه هاي زوجتي؟ شلون عرفتي صوتها؟ فقالت لي إيه هي زوجتك مريم. هي قالت لي بهذا الشيء بنفسها قبل لا تهددني بالقتل. واتصلت علي من تليفون البيت مثل ما مبين عندي بكاشف الأرقام. أنا هنا ارتجف قلبي بسبب الشيء اللي سمعته، وصرت أباوع حوالين وأنا خايف. وراها التقطت أنفاسي وطلبت من عندها أن تبقى هادئة وتبقى ببيتها وتتجاهل كل اللي سمعته، وأكدت عليها أن تروح للمطار بالموعد المحدد واللي هو مساء باكر حسب ما اتفقنا، ومن دون ما تاخذ وياها أي جنط حتى ما تثير الشكوك. وطلبت من عندها أيضا أن ما تتصل بي مرة ثانية وتنتظر من عند اتصال لحد ما ألقى ظروف مناسبة وأنا اتصل عليها. سديت الخط وقعدت أفكر بقلق، منو اللي قال زوجتي بالموضوع؟ أنا شديد الكتمان بعلاقتي وحبيبتي، بل إنه موضوع حروبنا ما حد يعرف بيه بس أنا وياها. زين زوجتي ليش صرفت وياي بصورة كلش طبيعية ولا كأنه صاير شيء؟ ليش ما واجهتني إذا كانت تعرف بموضوع علاقتي؟ الغريب بالموضوع إن زوجتي مرأة جدا مسالمة، وهي من نساء الجيل القديم، فما ممكن أن تتصرف بهاي الطريقة البوليسية المريبة. بل أيضا ما أتخيلها إنه فعلا هي اتصلت على حبيبتي وهددتها. أنا أكو شيء ما فاهمه، يا الله أكو شيء تخطط له زوجتي وأنا ما أعرف شنو هو، لأني أعرف كلش زين إنه الغيرة شنو ممكن تخلي المرأة تسوي. حتى لو كانت هي زينة وطيبة ومسالمة يمكن تسوي أشياء بعيدة عنها كل البعد، وكل هذا بسبب غيرتها. تلاشت كل أفكاري لما وصلت زوجتي لغرفة النوم. حتى أنا ولي أول مرة بحياتي أحس بالخوف من زوجتي. فأول ما دخلت للغرفة قلت لها عجبك الفيلم؟ فباوعت لي بكل لطف وابتسامة واسعة وقالت لي إيه الأفلام العربية القديمة كلش حلوة. فضحكت بهدوء على كلامها وأنا أحاول أخفي توتري. وراها بستها من جبينها ودخلت نفسي جوا اللحاف حتى أنام. كنت متمدد جوا اللحاف وأنا أفكر شنو ممكن يصير. أحس بتوتر غريب عجيب ما يخليني أنام، ولكني لقيتها فرصة حتى أحلل الأحداث وأفهم شنو قاعد يصير من دون مقاطعة أحد. كنت أقول هذا الكلام بيني وبين نفسي وزوجتي قاعدة تفرج أسنانها. وراها سمعت خطواتها وهي تقترب من الفراش وطفت الضوء ودخلت نامت. دقائق قليلة وغفت زوجتي ودخلت بعالم الأحلام. أما أني فكنت بعيد تماما عن النوم. الأفكار تتصارع بذهني وتساؤلات ما تنتهي، لدرجة أني كل شوية أعيد وأطرح السؤال على نفسي، ليش زوجتي ما واجهتني بموضوع خيانتها؟ ليش تتصرف بهاي الطريقة الغريبة؟ وشوي
شوي وأنا أفكر بهاي الأمور لحد ما نمت. وأنا نايم حسيت بشي غريب يصير حولي، ما أعرف شنو هو، ولكنه يحاول بإصرار أن يقعدني من نومي. ربما تكون هاي الحاسة السادسة، الله أعلم. فتحت عيوني وشفت الضوء، وهذا الضوء كان صادر من تليفوني. أكو شخص قاعد يتصل علي بهذا الوقت المتأخر من الليل، يعني عبرة الثنتين. لزمت التليفون وحاولت أنا أغطي الضوء اللي يطلع من يمه حتى ما تقعد زوجتي. طاوعت على الشاشة حتى أعرف منو اللي قاعد يتصل بي. هاي حبيبتي، شنو قاعد يصير؟ ليش اتصلت بي مرة ثانية بهذا الوقت؟ طلعت من الغرفة بكل هدوء وأنا لازم تليفوني بيدي، وتوجهت للصالة وما زال الهاتف يرن. فتحت خط وقلت لها شو تريدين؟ قالت لي زوجتك اتصلت بي مرة ثانية قبل شوي، وأقسمت بأنها راح تقتلني إذا رحت وياك. أرجوك سوي شيء، أنا كلش خايفة. اللي سمعته منها كان آخر شيء ممكن أتوقع أنا سمعه. فقلت لها شلون بالله عليك شلون؟ زوجتي نايمة، بل وكنت أنا نايم بصفها يعني بنفس الفراش. فقالت لي يمكن قعدت من نومها من انت كنت نايم واتصلت علي ورجعت نامت. منو يدري، انت اصلا نايم وما راح تحس بها او تشعر بشي. بالفعل كلام حبيبتي صحيح، ممكن تكون زوجتي قعدت واتصلت بها وانا نايم ما ادري. فرجع هنا هذا السؤال الغريب يتكرر بذهني، ليش زوجتي تتصرف بهاي الطريقة الغريبة؟ ليش ما تواجهنا اني بدل هاي الاتصالات والتهديدات لحبيبتي؟ ما بحثت عن اجابة لهذا السؤال، بل توجهت مباشرة لغرفة النوم مرة ثانية. ضاوعت على زوجتي بنظرة طويلة وكانت هي نايمة ومتغطية باللحاف مالتها. حاولت أقعدها ولكن حسيت اكو شيء يمنعني. اجتني فكرة غريبة ما اجت ببالي سابقا. معقولة انه حبيبتي دا تخدعني؟ هل هي قاعد تتلاعب بي حتى اواجه زوجتي وانهي الموضوع بيني وبينها؟ ربما تسوي هالشي لانها ما تريد تهاجر وياي وتريد ان اتزوج منها واعلن زواجي منها امام الكل، وربما هي تحبني من اجل الفلوس فقط. يا الله انا شقد احمق وغبي، ما فكرت بهالشي الا هسه. عموما رحت لفراشي وموعد السفر يقترب اكثر. ما اعرف الامور شلون راح تصير، وهل اهل زوجتي راح يلقوني بكندا وينتقمون مني، وهل راح اقدر اشوف ابنائي مرة ثانية بعد ما تهدأ الامور واستقراني بكندا واتزوج حبيبتي. كنت انتظر لحظة الهروب بفارغ الصبر، ولكنها الان لما اقتربت صرت احس بشي من الخوف. باليوم الثاني قعدت وكان مزاجي متعكر، فتوجهت للمكتب مباشرة بعد ما القيت تحية وسلام سريع على زوجتي وطلعت. وانا مجموعة اسئلة تدور براسي، هل افراد اسرتي يعرفون شنو اللي راح يصير؟ منو اللي يتصل بحبيبتي اذن ويهددها؟ هل معقولة هي زوجتي نفسها؟ وما انكر ان الشكوك مرة ثانية اجت براسي حول حبيبتي، لانها هي اللي بلغتني باتصالات زوجتي، وانا اعيش ويا زوجتي ببيت واحد بطبيعة الحال، وما لقيت اي شيء بتصرفاتها يثير الشكوك من البارحة لحد الان. كانت تصرف بشكل جدا اعتيادي. ربما لازم اتأكد من تليفون حبيبتي انه فعلا اكو اتصالات جاية من زوجتي او من تليفون البيت، وراح اسوي هالشي اول ما التقي بيها. وصلت المكتبي وقعدت افكر بالموضوع، وكنت متخذ قرار انه اليوم انا ما راح ارجع لبيتي، بل اروح مباشرة للمطار والتقي بحبيبتي ونهاجر سويا لكندا. ولحسن الحظ انا طلبت من عندها ان ما تجي للشغل اليوم حتى تحضر نفسها وتروح وياي، ولكن بالبداية لازم اواجهها حتى لو اضطريت لتأجيل السفر، وممكن الغيه اذا اتضح وتبين لي انه هاي البنية قاعد تخدعني، وراح تكون بالنسبة لي صدمة كلش كبيرة ما متوقعها بعد ما اني وقعت بحبها. مرت الساعات بشكل بطيء الى ان خلصت كل اعمالي، طلعت وتوجهت للشقة اللي مأجرها. وانا بالطريق اتصلت بحبيبتي وطلبت من عندها ايضا ان تروح للشقة لان اكو موضوع كلش ضروري. كانت مواجهة اخيرة مصيرية بيناتنا راح تحسم موضوع علاقتنا. اريد اعرف شنو يدور حولي، هل هي تكذب علي؟ لو اكو شخص اخر بالخفاء يحاول يخدعني ويخرب خطتي؟ اوصل للشقة وراح اعرف كل شيء. وصلت اخيرا والتوتر واصل لهنا. فتحت باب الشقة وتفاجئت ولقيت حبيبتي موجودة قدامي. طبعا وصلت قبل هي لان بيتها كان كلش قريب على الشقة. المهم اول ما شافتني حضنتني وصارت تبكي. ما فهمت شنو السالفة وشنو الموضوع، فسألتها. قالت لي زوجتك اتصلت بهاتف الشقة قبل شوي وانطتني انذار اخير حتى ابتعد عنك، والا راح تقتلني مساء اليوم قبل لا اروح للمطار. فدفعتها بكل قسوة وانا اقول بغضب كافي كذب، ترى ما حد يعرف بهذا المكان بس انا وياك، وحتى عقد الايجار ما مسجل باسمي، فشلون زوجتي عرفت رقم هاتف الشقة مثل ما انت تدعين؟ وشلون عرفت بموضوع علاقتنا؟ انا انسان شديد التكتم وما سولفت لاحد اي شيء،
اكيد انتي دا تتلاعبين بيه. من شافت ردة فعلي هيك تفاجأت، وراها صرخت علي وقسمت لي بانها حافظت على السر اللي بيناتنا، وانه هي صادقة بكل شي تقوله الي، ولكن قلت لها اكو امور ما فكرت بيها الا الان بعد ما عرفت انه انت تخدعيني، وهي انه انا اكبر منك بالعمر، وربما تكونين وافقت من الزواج مني بسبب فلوسي، ولكن الان مع اقتراب موعد السفر حسيت بجدية وخطورة الموضوع فتراجعتي وسويتي لك خدعة بانه زوجتي هي اللي تتصل عليك وتهددك، وانت اصلا ما تتجرين ان تقولي لي انه انت تراجعتي وما تريدين تهاجرين وياي لان تخافين خاف اطردك من العمل بالشركة مالتي. وفوق هذا كله اتهمتي زوجتي المسكينة اللي انا متأكد هي ما تعرف اي شيء. قالت له هي مصدومة، انت تعرف ايش قاعد تقول؟ ترى انت اللي لحقتني من البداية واصريت علي. نسيت انه انا اصلا كنت مترددة بموضوع الارتباط بيك، حتى اني اكثر من مرة نبهتك الى الفرق اللي موجود بين عمرك وعمري، فشلون اني اخدعك بعد كل هذا؟ ووعدت لها وصراحة كلامها كان صحيح، خاصة وانها لحد الان ما طلبت من عندي اي مبلغ من المال، وما حاولت استغلال موضوع انه انا غني، فكل اللي سوته كان يوحي بشيء واحد انه هي تحبني، يعني ممكن ان تكون على حق. لهذا بقيت اباوع لها وانا ساكت وما نطقت باي حرف. هي قالت انا قلت لك من البداية انت متزوج وعندك ابناء وما يصير ان تخون زوجتك وتترك ابنائك، ولكني بالنهاية تخاذلت بعد محاولاتك المستمرة وخليتني اوقع بحبك، خاصة لما تبين لي انك تحبني بصدق وما كنت ذئب بشري مثل بقية الرجال، وايضا انت تتأكد من صدق كلامي وتعرف انه انا ما اخدعك. قالت هالشي وجابت تليفونها وخلت شاشة التليفون قدام وجهي وكملت كلامها وهي تبكي. شوف قائمة الاتصال اللي جايتني البارحة، مو هذا رقم تليفون بيتك؟ باوعت على شاشة التليفون وانا مصدوم، وراها راحت التليفون الشقة وسحبتني من ايدي حتى اجي اشوف وياها. شفت الرقم اللي متصل وفعلا كان رقم تليفون البيت. زوجتي اتصلت بحبيبتي على تليفونها واتصلت ايضا على هاتف الشقة، وهاي ادلة ما ممكن نكرانها. ما لقيت شنو اقوله بعد ما عرفت صدق كلام حبيبتي وصدق نواياها، وتأكدت هالمرة فعلا انه هي تحبني، وكذلك عرفت نوايا زوجتي وتأكدت منها لأول مرة، بل وصرت اخاف منها بعد كل هاي السنين اللي مرت بينا. باوعت على حبيبتي وقلت لها تمام انت محقة بكل شي قلتي، ارجوك سامحيني، ما راح يتغير شي من خطتنا وراح تسير الامور حسب المتفق عليه. راح اطلع هسه حتى اخلص بعض الاعمال، وبعد 4 ساعات من الان نلتقي بالمطار، راح نهرب من هنا بغض النظر عن هوية المتصل، وخلي ننسى موضوعه. سامحيني حبيبتي. بستها من جبينها وهي طتني ابتسامة خفيفة، وراها هدرت وجهي ورحت، وكتبت رسالتي الأخيرة لعائلتي وخليتها بظرف وانطيتها لواحد من موظفين الشركة وقلت له باكر تنطيها لعائلتي. خلصت أخيرا كل أعمالي بوقت مبكر، فرحت للمطار قبل 2 ساعات من الموعد المتفق عليه. كنت أشعر بنشوة غريبة عجيبة بعد ما تأكدت إنه حبيبتي فعلا تحبني وعندها مشاعر قوية تجاهي، وعرفت إنه زوجتي هي اللي تتلاعب بي طوال هذا الوقت. ولكن بقيت أتساءل شلون عرفت بموضوع علاقتي، وشلون عرفت رقم تليفونها ورقم تليفون الشقة. والواضح إني كنت محق لما قلت لكم إنه أنا ما أريد أتزوج بالسر، لأن هذا الشيء أكيد راح ينفضح وراح ينعرف. قعدت بالكوفي اللي موجود بالمطار حتى أشرب لي قهوة وأنا أفكر بالمغامرة اللي راح أخوضها، وكنت أفكر بتهديدات زوجتي لحبيبتي واللي أأمل إنه هي ما تصير وما تخرب خطتنا. وكنت أتساءل ليش زوجتي ما واجهتني بكل هاي الأمور، خاصة إنه لحظة الحسم اقتربت. القلق كان ياكلني والوقت يمر ببطء، ما بقى هواي على موعد الرحلة وحبيبتي للآن ماكو. فلزمت التليفون وإيدي ترجف واتصلت عليها. الهاتف يرن ولكن ماكو إجابة، ما تفتح خط. اتصلت مرة ومرتين و3 و4 ولكن بدون فائدة. بعد تقريبا 12 مكالمة أخيرا فتحت خط. خليت التليفون على إذني ولكن سمعت صوت رجل مو صوت حبيبتي. هل هو أحد أقاربها لو أخوها؟ ما أعرف صراحة، ولكن لملمت نفسي وسألته هل فلانة موجودة؟ أنا رئيسها بالعمل. فرد علي وقال المعذرة من يمك، ما تمنيت أن أكون أنا اللي أبلغك بالخبر. المسكينة فارقت الحياة بسبب حادث سير صار قبل شوي، ما حد يعرف شلون انحرف مسار سيارتها، وكأنها انتابتها حالة جنون مفاجئة، فاصطدمت بالحاجز الإسمنتي وانقلبت السيارة. قلبي حسيته وقع بأحشائي وسألته أنت شو تقول؟ شلون صار هذا الشيء؟ شلون انحرف مسار السيارة فجأة؟ هل كان أكو واحد موجود وياها بالسيارة زين؟ وأصلا منو أنت؟ فقال لي أنا واحد من الشهود على الحادث، أنا قاعد أحكي وياك الآن من الشارع اللي صار به الحادث وبجانب سيارتها ومنتظر وصول الشرطة والأسعاف. سمعت تليفونها يرن بحقيبتها فأخذته ورديت عليك، وصراحة ما أعرف ليش انحرف مسار سيارتها بشكل هيك مفاجئ، ممكن يكون قضاء وقدر تقبل تعازينا. وقبل لا أكمل كلام وياه التليفون وقع من إيدي فجأة ولا إراديا، وصرت أباوح حولي وأشعر بضياع حقيقي. خطتي انهارت بالكامل بلحظة واحدة. الحب، الهجرة، ابتعادي عن زوجتي بأبنائي، كلها تبخرت وراحت. فباوعت بقاء بالمطار بعد ما له معنى. راح ترجع حياتي لطبيعتها غصبا علي بعد
بعد ما خسرت حبيبتي. طلعت من المطار ورجعت للبيت وأنا ما مصدق اللي صار. كنت على بعد خطوة واحدة من الهجرة قبل لا يتغير كل شيء بلحظات قليلة وتعود الأمور لوضعيتها الطبيعية بلمح البصر. هيك بكل بساطة لقيت نفسي أبكي لا شعوريا وأنا أسوق سيارتي. كنت أبكي على حبيبتي وعلى حب اللي انتهى قبل لا يبدأ. وصلت أخيرا للبيت قبل منتصف الليل وعقلي ما يزال لحد الآن غائب ومو مكانه، لكن بالنهاية تمالكت نفسي بصعوبة ومسحت دموعي حتى أبين طبيعي وماكو شي. ودخلت للبيت وصعدت للغرفة ولقيت زوجتي نايمة. توجهت وراها حتى أخذ لي حمام بعد يوم متعب ومليء بالصدمات. وراها رحت للفراش مالتي والخواطر تاكلني حتى ان دموعي وانا بفراشي صارت تنزل مني لا اراديا. اتذكر حب الاول والاخير اللي ما تهنيت بيه واللي راح من يدي بلمح البصر. كنت اتوقع انه القصة راح تنتهي عند هذا الحد وترجع حياتي طبيعية مثل ما كانت ويمر الوقت. كنت احاول ان اتناسى موضوع الاتصالات والتهديدات اللي كانت تجي لحبيبتي حتى وان كانت زوجتي هي المسؤولة عن الشيء اللي صار. صراع عجيب غريب عشته ويا نفسي. ما مصدق انه زوجتي البسيطة والساذجة ممكن تسوي هيك شيء. المشكلة اني ما تجرأت على مواجهتها، ولكني ما كنت اعرف انه هاي الالغاز كلها راح تنحل وتنكشف وراح اعيش صدمة مروعة ما مخليها ببالي نهائيا. صدمة حقيقية ومفاجئة كشفت لي كل شيء وربما زادت الامور غموض. فبعد مرور عدة اسابيع من وفاة حبيبتي تذكرت الشقة اللي كنت مستأجرها واللي كنت التقي بيها انا وياها. فقررت اروح لها حتى اخذ كل غراضي. وراها اسلم المفتاح لحارس العمارة لاني بعد ما احتاجها. كانت هاي هي المرة الاولى اللي ادخل للشقة وافتر بيها من دون وجود حبيبتي. لهذا الموضوع ما كان سهل علي. كنت احس ان حياتي رجعت للبرود والملل مرة ثانية. ادور بالشقة اي شيء يخصني حتى ما ينكشف موضوع علاقتي بالمرحومة. واني افتر بالشقة ما زالت التساؤلات بذهني. هل اكو علاقة وربط بين تهديدات زوجتي وحادث السير اللي صار لحبيبتي لو لا؟ لو موضوع الحادث هو مجرد قضاء وقدر؟ وهل زوجتي هي اللي كانت وراء اللي صار بالفعل؟ وهل فعلا اتصلت بحبيبتي؟ يعني بعدني لحد الان ما مقتنع تمام الاقتناع. باختصار صرت اشك بكل شيء. ولكن هاي الشكوك تجمدت فجأة. بل حسيت انه الزمن كله تجمد حولي واكاد اقسم انه اجيت افقد وعي. كان هالشي لما فتحت جهاز خدمة البريد الصوتي اللي كان موجود بهاتف الشقة. شغلته حتى اعرف اذا باقي بي اي تسجيل صوتي ممكن يكشف علاقتي بحبيبتي. ما كانت موجودة بي فقط رسالة وحدة، وهاي الرسالة كانت جاية بمساء يوم السفر وتحديدا بالوقت اللي انا كنت بيه بالمطار. الصوت اللي كان موجود بالرسالة كان غريب نوعا ما. الصوت يقول ابتعدي عن فلان والا راح اكتلك بنفسي. هذا اخر تحذير، لا تدمرين حياته وحياة اسرته. هذا الصوت مألوف علي. لا مستحيل، ما ممكن أصدق الشيء اللي قاعد أسمعه. رجعت شغلته مرة ثانية وثالثة ورابعة. شغلته تقريبا 10 مرات. قعدت على الأرض من هول الصدمة اللي أصابتني. يا الله، حبيبتي قالت إنه زوجتي مريم هي اللي اتصلت عليها، ولكن هاي المتصلة مريم مو زوجتي مثل ما اعتقدت حبيبتي أو مثل ما أنا اعتقدت. اللي اتصلت على حبيبتي هي والدتي أيضا اسمها مريم، وهي متوفية صار لها 10 سنوات تقريبا. الاسم، الصوت، الكلام، كل شيء يدل على شيء واحد، انه هاي هي امي. مستحيل تماما. هذا صوتها، انا متأكد اعرف صوت امي. شلون اتصلت بحبيبتي وهددتها؟ معقولة اجى هذا الاتصال من عالم الموتى والارواح؟ شلون صرت اباوع حولي وانا احس انه شياطين العالم كلها تلاحقني، والتسجيل كل شوية يعيد تشغيله. انا حاليا قاعد اسمع صوت شخص ميت. شلون صار هذا الشيء ما اعرف، ولكن متأكد انه هذا الصوت هو صوت والدتي، وعلى ما يبدو انه هي اتصلت بحبيبتي اخير مرة قبل لا تطلع للمطار. وانا اتذكر اني طلبت من عندها اني ما ترد على اي اتصال، لهذا تركت الهاتف يرن من دون ما تجاوب عليه ووراها يتحول الى رسالة صوتية. فوالدتي تركت هاي الرسالة الصوتية لحبيبتي لعل وعسى تتركني. واتذكر كل زين لما قالوا الشهود انه حبيبتي اجتها حالة من الجنون فجأة وغيرت مسار سيارتها وانقلبت وكأنها فقدت عقلها او اختل توازنها. معقولة ظهر لها شبح والدتي بالسيارة مثلا وسبب لها الخوف والرعب؟ وهذا الشيء ما يتصدق. يعني والدتي كانت تريد حمايتي اني وعائلتي وابنائي، لهذا تسببت بقتل حبيبتي بطريقة مجهولة. حتى ارجع لصوابي والعقلي وما اقدم على هاي المغامرة، نهضت من مكاني وطلعت شريط الصوت واخذته حتى حرقه. لأول مرة كنت خايف من أمي. ما ممكن أن يبقى هذا الشريط عندي، لازم أتخلص منه. وهذا مو كل شيء، وإنما تذكرت مشكلة أكثر ممكن تنغص حياتي، وهي إنه أكو اتصالات جت من البيت اللي أنا ساكن بيه. يعني معقولة إنه البيت اللي أنا ساكن بيه مسكون بالأشباح وبشبح والدتي؟ شلون راح أعيش بيه؟ شلون راح أستقر؟ ما أعرف. يعني هذا الموضوع يفوق كل احتمال، ما نفكر بيه أنا نهائيا. وصرت أخاف من بيتي بشكل مفاجئ. طبعا الإنسان بطبيعته يخاف من الموتى بدون
بدون سبب واضح. فشلون لو تأكدنا انه ذول الموتى يحجون ويانا؟ بل الاكثر انه عايشين بنفس البيت اللي احنا بيه. تخيلوا انتم حالتي النفسية بوقتها. هاي هي قصتي. اعرف اغلبكم ما راح يصدقني وراح يتهمني بالكذب والجنون، ولكن عندي ادلة مؤكدة على صحة كلامي. الشريط اللي كان بيه التسجيل الصوتي واللي خربته بنفسي، وكذلك سياقة حبيبتي سيارتها بطريقة جنونية، وهاي ادلة ما تقبل الشك. تعلمت من هاي القصة انه الموتى ربما يكونون حولنا ويراقبوننا، وربما يمنعونا من اشياء ممكن احنا نريد نسويها هي تضرنا، تماما مثل اللي صار وياي. لان ثبت بعد كل هاي الاحداث وهاي الاتصالات انه والدتي هي اللي كانت تتصل بحبيبتي، والدتي اللي متوفية. وبس يا اصدقائي، لهنا نكون وصلنا لنهاية هاي القصة المشوقة والغريبة العجيبة. اذا عجبتكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وكذلك تتابعونا على الانستغرام. اخوكم عبد الخالق، سلام. يا الله يا الله يا الله يا الله على كمية الصدمات بهاي القصة. انه بيقول اعلم ان البعض لن يصدقها وسيتهمني بالكذب والجنون. انا ما مصدق. يعني هاي يمكن اغرب قصة تمر علي، عجيبة غريبة. شوفوا احنا عندنا بروايات اهل البيت انه الموتى يزورون اهلهم خاصة ليلة الجمعة وكذا وهاي، بس هيك شيء ما مر علي نهائيا. فعلا قصة غريبة تخلي الواحد ينصدم بشكل مو طبيعي. يا الله يا الله. بس للأمانة استمتعت وانا اسولفها لكم. ما ادري بعد انتوا تونستوا بيها، ما ادري، لا اكتبوا لي. علي 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 يتسمى قتال العرب، جيب الحرب ما ينغلب. علي 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 ترهب صفاتك يا علي، انت السهل وانت الصعب. علي 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 من عطره حبينا الهوى وصلينا باسم على الدرب. علي 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 يا علي. عموما الاشخاص اللي وصلوا لنهاية القصة ونهاية الكواليس، انتوا السبيشال المميزين. بوصلكم، اشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية. باي باي.